بس حضرتك يا شيخ احمد، انا بس بسال زوجي يعني كان عامل فيا حاجات كتيره، يعني انا حرام عليا لما انا اكلمه وحش مثلا. عمل فيكي ايه؟ يعني عمل ايه؟ يعني هو عمل حاجات كتيره فيا مش قادره انساها. فهو يعني حرام عليا لما انا في المعامله معاه في البيت اكلمه وحش، حرام عليا. يعني هو مثلا بيهينك، بيضربك هو كده؟ بيزعلني على طول. على طول حتى بيعاملك من كتر ما وحش؟ بيزعلني بيقول لي بالليل، بيقول لي وانت نايمه وساعات بتضربيني على ظهري وكده. انت بتضربيه على ظهره؟ اه واحنا نايمين بيصحى الصبح يقول لي انت بتضربيني على ظهري من كتر ما انا زعلانه منه. وانت تلاقيكي بتتقلبي ولا حاجه، مش قصدك يعني ولا ايه وانت نايمه؟ وممكن لا ولا ده انت يكون بتبقي ساعات قصدك؟ تهيؤات، من ممكن زعلي تهيؤات منه. يعني من زعلي مش طايقه اي حاجه منه. ايوه، هو بقى كان بيهينك وكده يعني؟ هو عمل حاجات كتير فيا وبيعملني وحش. وانا لما بشتكي كمان لاخويا بقول له انا همشي وكده، يقعد يقول لي لا انت جده ما تمشيش. اه، انت لما بتيجي تبقى عايز تمشي او تضطري او كده بيقول لك لا خليكي. قال لي انا عايزه ازعل وكده. انا والله بكلمك دلوقتي من عند بنتي، انا رحت عند بنتي النهارده. اه، سبتي له البيت. بكلمك والله من عند بنتي. يعني هو انت قاعد انت النهارده ولادك ورحت كبار، مشيت يعني ايه. ولادك كبار متجوزين وكده؟ ايوه انا معايا بنت واحده معلش يا متجوزه ام اه. مي، بنت يعني هو واحده متجوزه. لما هو بيضربك والله مثلا او بكلمكم من عند بنتي، انا لسه جايه عندها وبكلمكم حضراتكم ام من عند مي، بنتي. ام مي اختي هو كان الكريمه. قاعد النهارده وبرضك اتخانق معايا ورحت ماشيه، قلت له انا هروح اقعد عند بنتي. طيب ادام انا بشتكي لاخويا مش راضي برضك يكلمه ولا يقول له حاجه، وبيقول لي خليكي قاعده انت جده ما تغضبيش. تمام، يعني هو الشيخ احمد بيسالك اهو، هو اصلا اه يعني انت متجوزه واضح بقالك سنين طويله فوق ال 20 سنه بقى اه ولا ايه، صح؟ اه انا بقالي سنين طويله، بس هو معاملته معايا سيئه ومش بيهتم بيا كمان. يعني معاملته وحشه ومش بيهتم بيكي؟ معاملته مش وحشه دي يعني بيهتم بيا بيشتمك خالص مثلا؟ نهائي. ها؟ مش بيهتم يا استاذ دعاء بيا نهائي. مش بيهتم بيكي وبيشتمك مثلا؟ اه اه بيشتمك؟ ساعات بيسب الدين، بيهينك؟ وساعات يقعد يقول يا كل ما اكلمه على حاجه يتنرفز. يعمل ايه؟ ساعات بيسب الدين ويقعد يتنرفز. لا مش سامعه. بيسب الدين. بص حضرتك ساعات بيسب الدين وبيقعد يتنرفز. يعني هو عصبي؟ عصبي ايوه بص يا عصبي ام مي، جامد. بص يا اه. ام مي، بص يا ام مي، خلينا ناخد اللي هو حاله، اللي هو الغالب في حاله. ساعات بيسب الدين دي طبعا يعني ما ندخلهاش كده في الكلام. خلينا ناخد طبعا سب الدين حرام، لكن اه خلينا ناخد هو حاله عامل ازاي. يعني هو انت حضرتك متجوزه السنين الطوال دي كلها، هل هو اه ما بيمد انا ايده؟ يا شيخ احمد انا كنت بستحمل عشان اولادي واقول لا ما اخربش الدنيا عشان اولادي وافضل قاعده عشان اولادي. بس اولادك دي هو برضك هي يعني اولادك بقى دي قاعد هي السنين دي بنت كلها واحده؟ زي ما هو. اولادك دي هي بنت واحده واتجوزت؟ لا انا معايا 3 بنات وولد. اه، مش احنا بنقول لك ولادك ايه بتقولي بنت واحده؟ لا انا بقول لك انا بنتي واحده اللي متجوزاها كبيره. اه، والباقيين لسه ما اتجوزوش وفي البيت؟ اه في البيت. وانت سبتيهم بقى ومشيتي؟ انا سبتهم، انا قلت لهم اقعد يومين عند بنتي عشان اهدى شويه، عشان انا وهو كده شادين مع بعض مش هينفع نقعد مع بعض. طب هو انت لما مشيتي قال لك ايه؟ ما قاليش، انا قلت له روح عند بنتي قال لي خلاص روحي. طيب ماشي، اقعدي عند بنتك لغايه لما تهدي، بس انتوا لازم تقعدوا مع بعض ولازم تتكلموا، ولازم موضوع الاهانه ده يبقى فيه حد لموضوع الاهانه. لكن هو في نقطه، ان انا لما الزوجه تضرب ولا حاجه، فانا مش محتاج ان انا يعني ما حدش يجي يقول لي مثلا الزوج بيضرب زوجته ويقول والله بص الست بتكشر ازاي، ما هتضحك لك يعني، هتقول لك اضربني، زود في الضرب، زد من الضرب وانا ازيد في الضحك مثلا، مفيش الكلام ده. وبالتالي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول الكلام ده كده بالتلميح، يعني يقول مثلا يجلد أحدكم زوجته جلد الأمة، وبعدين يجي بالليل يقول لها أنا عاوزك وبتاع. يعني طب إزاي؟ طب هتيجي إزاي دي؟ هي لا هي طيقاك ولا هي وهي قرفانة منك ولا عاوزة تشوفك، ولا يفعل ذلك إلا رعاع القوم. احنا دايما نقول الكلام ده، الناس اللي هم يعني انا ما اعرفش كلمه رعايه دي معناها ايه، هو الناس التافهين، الناس اللي يعني ما عندهمش اخلاق، هم اللي بيعملوا الكلام ده، هم اللي بيشتموا. يعني يا اخوانا هل هذه هي اخلاق؟ لما اجي اقرا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لانه انا بتزوج يا استاذه دعاء على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، الزوجه لو قالت لي والله خلي بالك انا مش مسامحاك، ده الواحد ممكن يبقى يعني بيصيبه الرعب، يتملكه الخوف، لان من النهايه انت بتقولي ايه؟ انا فوضت امري الى الله، فربنا هو اللي هيتعامل معاه، فانا اخشى على نفسي. فلما اجي بتجوز فبقول على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، يبقى ده عهد ما بيني وما بين مين؟ بين رب العالمين سبحانه وتعالى. انا اخذت
فيجي النبي يقول في حديث فلا تخفروا الله في ذمتي. انت بتخالف عهد الله، انت بتخون ذمة الله، فانت اخدتها وهي الست مطمنة اللي انا في عهد ربنا، انا في حماية ربنا سبحانه تبارك وتعالى، فانت جاي تعمل ايه؟ بتكسرها. يا اخي يعني اني لاستحيي ان اظلم من لا يجد علي ناصرا الا الله. هو في النهاية ده مش لاقي حد خالص فيرفع كده ويبكي، بس مش هيعمل اكتر من كده. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد.